في استوديو التحليل الأستاذ محمود الشناوي، نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والكاتب والمحلل السياسي. أجدد لك التحية أستاذ شناوي بما أنك معنا من الملف العراقي. الآن أخذ من هذا الخبر الأخير الذي قرأته في صحيفة الواشنطن بوست. يعني الآن البرلمان المصري يطالب المجلس العسكري بالتخلي عن المعونة الأمريكية. واشنطن بوست في تحليلها تقول بأن مثل هذه الخطوة ليس من المرجح أن تجبر قادة البلاد من جنرالات العسكر لوقف $1.5 مليار من المساعدات الأمريكية لهذا العام. ماذا ترى في هذه النقطة أستاذ شناوي؟ يعني أنا أرى ما تراه الواشنطن بوست للأسف الشديد. يعني هو مسألة وقف المعونة الأمريكية هي مطالبات بالفعل، ولكن قبل أن تقطع شيئا يجب أن يكون هناك البديل الواضح لهذا الشيء. يعني ما هو البديل لمثل هذه المساعدات التي تتركز على معونات فنية وعسكرية؟ ما هو البديل؟ أين الدولة الأخرى التي سوف توفر لك ذلك؟ ما البديل الذي سوف تقتطعه من موازنتك التي بها عجز مرعب حتى تغطي النفقات؟ طب يعني إذن اسمح لي أستاذ شناوي، يعني لما قام البرلمان بهذه الخطوة؟ هل هو لا يعي كل هذه الأمور؟ ما لا، البديل؟ أنا أتصور أن يعني أعداد كبيرة من المناقشات التي تجري تحت قبة البرلمان المصري هي للاستهلاك الإعلامي ولرفع مستوى الشعبية الذي تدنى بسبب مواقف متخاذلة والدخول في قضايا خلافية لا تثمن ولا تغني من جوع ولا تثمر أي شيء في سبيل إعادة المسار المصري إلى طبيعته المحترمة، والتي تفرض نمطا من التفكير مختلف عما يفكر به البرلمانيون الجدد الذين للأسف تولوا أمرنا في غفلة من الزمن. ولكن غفلة من الزمن. نعم. لكن الشعب هو من انتخبه. نعم للأسف الشديد. يعني هو الشعب، أنا أعتقد أن الشعب المصري الآن يعض على أصابع الندم بسبب انتخاب هذه النماذج. ولكن هم يقولون البرلمانيون أستاذ شناوي، ولدي العديد من أصدقاء البرلمانيين الذين يتحدثون ويقولون بأنه أعطونا الفرصة، نحن لم نأخذ الفرصة حتى هذه اللحظات. من الصعوبة بمكان أن تحكم على برلمان عمره شهرين. يعني برلمان عمره شهرين يناقش قضية مثل قضية المعونة الأمريكية وقضية السفير الإسرائيلي، ولا يناقش ما يجري من الاحتياطي النقدي المصري بالعملة الصعبة بالدولار انخفض إلى النصف تقريبا، ونحن على محك الخطر المرعب بسبب عدم توافر فرص عمل ووجود ووصول الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى مستوى الصفر. يعني أصبحت صفرية الاستثمارات في مصر، السياحة لا تعمل، كل القطاعات تقريبا معطلة، وتأتي لتناقش مثل هذه القضايا التي يمكن أن تناقشها عندما يكون هناك رئيس دولة وليس مجلس عسكري مؤقت، وأن يكون هناك حكومة جميل. منتخبة وليست حكومة انتقالية. ولكن ليست هذه القضايا أستاذ شناوي هي قضايا مهمة للغاية وتمس الأمن القومي المصري وتمس مصر بشكل أو بآخر. الاقتصاد وتوفير فرص العمل والأمن الداخلي، هذا هو الأمن القومي المصري الحقيقي، ثم بعد ذلك تفكر في الأمن الخارجي. جميل. ينضم إلينا عبر الهاتف الآن برلماني وهو الأستاذ خالد حفني، عضو مجلس الشعب المصري عن الثورة مستمرة. بداية أهلا بك أستاذ حفني، شكرا جزيلا.